ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الناجس الاقتصادي. هنعمله النهارده بطريقه سهله بسيطه وعلى قد ايدينا، وهنضيف كده مكون هيضاعف الكميه وكمان هيديها طعم حلو قوي. شايفين ما شاء الله شكله ازاي؟ ولونه كمان يا بنات تحفه جدا، مقرمش وطعمه خطير واحلى من الجاهز 100 مره. اقل حاجه عاملينها في البيت ومكونات بسيطه كده هيطلع احلى ناجس من ايدك. قبل ما نبدأ الفيديو، لو بتشوفوني أول مرة لايك وشير. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل النجس القمر ده ازاي. يلا بينا بسم الله ونبدأ. عندي نص كيلو من الفراخ المفروم، عليهم بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، معلقتين كبار من البقسماط الناعم. كمان هنزود الكمية أو هنضاعف الكمية. عندي بطاطساية كبيرة مسلوقة ومهروسة. بعد كده نزلت بالتوابل. عندي ملح، فلفل اسود، بابريكا وكركم وكاري وكزبرة ناشفة ومكعب مرق، معلقتين من الزيت. بلاش نكتر توابل كتير، يعني ربع معلقة من كل نوع كده، علشان طبعا ايه ما تغمقش لون النجس، والنجس يطلع لونه ايه غامق من جوه. قلبت كله مع بعض وابتديت ان انا اشكل النجس. هنا بقى تشكيله النجس اختياري زي ما انتوا عايزين تعملوها مربعات، دواير، عندكم قطاعات بقى، نجوم، فراشات، زي ما تحبوا. تمام، يعني التشكيله مش هتفرق. تمام، زي ما تحبوا، خلوا الاولاد بقى هم اللي يختاروا الاشكال. تمام كده يا بنات. انا بقى يا بنات عملت النجس دوائر، يعني خدت قطع كده عملتها كوره، بعد كده ضغطت عليها ضغطه بسيطه. خلصت الكميه كلها كده بنفس الطريقه. بعد كده يا بنات جبت بضايه، عليها ربع معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، هضربهم مع بعض. وبعد كده هنزل بنص كوبايه صغيره من اللبن. نقلب بقى كله مع بعض، نقلب كويس جدا، نقلب البيض مع اللبن مع الفلفل مع الملح. وبعد كده نسيبهم على جنب ونجهز بقى الغلاف الخارجي للنجس. عندي كده مقرمشات بجيبها من عند العطار، معلقتين كبار من البقسماط الناعم. بعد كده هضيف نفس التوابل اللي انا ضفتها في النجس، بس طبعا هستغنى عن مكعب المرقه. نقلب كله مع بعض وكده الغلاف الخارجي بيبقى جاهز. ناخد قطعه كده من النجس ننزل بيها في خليط البيض واللبن. بعد كده هاخدها انزل بيها في ايه البقسماط طبعا والمقرمشات، نغلف كويس جدا ونشيل الزيادات عشان ما تتحرقش معايا في الزيت. تمام، هخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. المقرمشات دي انا بجيبها من عند العطار، يعني تروح عند العطار تقولوا له عايزه المقرمشات بتاعت الفراخ. تمام، خلصت بقى الكميه كلها وحطيتها في الفريزر لمده ساعه على الاقل قبل ما انا ابتدي احمر النجس. اول حاجه كده عندي زيت، ابتديت انزل. طبعا هطلع من الفريزر على طول على الزيت، الزيت يبقى سخن. تمام، اول حاجه كده على نار عاليه يتشمع من ناحيتين، بعد كده هدي النار لمتوسطه لحد ما ياخد لون ذهبي، وبعد كده ابتدي ان انا ارفعه من الزيت. نخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. كمان يا بنات ممكن تعملوا كميه منه وتحطوها في الفريزر، فطبعا انت تعبانه عايزه اكله مستعجله، معاكي مشوار وعايزه اي حاجه في الانجاز كده، تطلعي بقى وتحمري في سندوتشات، بيبقى تحفه. جنبه بقى حبه مكرونه، حبه بطاطس مقليه، بيبقى تحفه جدا. سندوتشات بس من غير اي حاجه، سلطه طحينه، كاتشب، بيبقى تحفه. ده بقى شكل الناجتس بعد ما خلصته. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا، مقرمش، هيعجبكم قوي بجد، طعمه خطير. كمان يا بنات نص كيلو الفراخ عمل يعني كميه حلوه قوي، يعني مع البطاطس مع البصل والبقسماط والكلام ده عمل كميه حلوه قوي، وعلى قد ايدينا، وحاجه مضمونه في البيت احلى من الجاهز 100 مره. بتمنى بقى النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقه النجس تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والشير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.